باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي، في سلسلة آلف الأمثال وفي الإصحاح 23 الآية 21 يقول الكتاب: لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. إيه معنى الآية بقى؟ يمكن كلمة سكير معروفة. سكير دي مش معناها بيشرب خمرة وبس، لا، ده معناها بيشرب خمر لدرجة السكر. يعني ممكن واحد يشرب حاجة صغيرة وما يحصلوش حاجة، لكن لو واحد شرب مثلا إزازة نبيت على بعضها، أو شرب نص إزازة ويسكي، ولا عرق أو بلح ولا حاجة كده، يعني شرب كمية كبيرة، هيحصل له إيه؟ هيخش في حالة السكر. والكلمة الثانية المسرف. لو عندكم إنجيل بشواهد، هتلاقوا الإنجيل كاتب شواهد على الجنب، وكاتب كده فوق الكلمة مثلا 1 أو 2، والهامش التحتاني يقول لك الكلمة البديلة للكلمة دي. فالكلمة البديلة لكلمة المسرف ما هي النهم. النهم، عارفين النهم؟ النهم ده اللي هو الإنسان اللي بياكل كتير، يعني الإنسان لما ينزل ياكل يعني يبقى شبعان وبياكل، برضه انسان نهم في الاكل، يعني بهذا المعنى يعني. فيقول الكتاب ان لا السكير ولا الانسان النهم، وكلمه النهم هي الترجمه اللي انا افضلها في التفسير يعني. فيبقى لا الانسان اللي بيسكر طول الوقت، ولا الانسان اللي بياكل ويتفجع في الاكل لدرجه ان يتخن من كتر الاكل يعني. يقول الاثنين دول يجرى لهم ايه؟ يتفقروا. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي بيسكر ده ما بيشربش مره مثلا في المناسبه، وفين وفين لما تحصل مناسبه، ولا يعني في تجميعه عيله مثلا ولا اصحاب مع بعض. لا، ده بيشرب كل يوم، وبيشرب درجه السكر. هيكفي منين؟ هيكفي منين؟ خلوا بالكم المشروبات الكحوليه برضو ما هياش رخيصه يعني. فعشان يجيب كميات ويشرب كل يوم يوصل لحاله السكر، اكيد هيتفقر. يعني لما بنشوف مشاكل عائليه لبعض الأسر، نلاقي دي مشكلة بتبقى موجودة بشكل وحش، إن الأب فعلا بيصرف فلوسه كلها على الخمرة، ومراته وعياله يبقوا بيشحتوا مش لاقيين ياكلوا، عشان الأب في حالة الفقر الدائم بسبب إنه بيصرف فلوسه على الخمر كتير. الإنسان النهم أو المفجوع برضه هتلاقيه كده، يعني الناس تجيب الأكل بكمية معقولة وتاكل برضه بكمية معقولة. الإنسان النهم أو المفجوع في الأكل يجيب كميات كبيرة وياكل كميات كبيرة ويتخم في الاكل ويبقى مكبوس على اخره، فتلاقي برضو الانسان اللي زي دوت فلوسه كلها رايحه في الاكل وبس، فيفتقر. عشان كده قال السكير والنهم يفتقران بسبب الطريقه اللي هم او نمط الحياه اللي هم عايشين بيها. النص الثاني يقول والنوم يكسو الخرق، بيتكلم برضو على السكير والنهم او المفجوع ده. انا بقول لكم مفجوع ده اللفظ العامي يعني، بس هو النهم كلمه افضل يعني. المهم ان يقول النوم، افضل كلمه الدروخه عن كلمه النوم. هو نفس الكلمه بالعبري في شواهد تانية كان بمعنى النوم، بس هنا الافضل انها تتقال الدروخه. ليه؟ عشان هتنطبق على السكير وهتنطبق برضو على الشخص النهم. يعني اللي هيسكر ده هيوصل لحاله انه ماشي يتطوح ومش عارف يوزن نفسه، واللي هيتخم على اخره دوت ويبقى يقول لك ده انا دماغي تقلت من كتر الاكل ومش عارف برضو يفوق لنفسه. اللي عايز يقوله الكتاب ايه؟ يقول ان الحاله اللي هم فيها السكران دوت والنهم او المفجوع دوت، هتخليهم في حاله ان هم دماغهم تقيله متطوحين طول الوقت. ده هيشتغل فين ويشتغل امتى؟ عشان كده يكمل الايه ويقول يكسو الخرق، او حاله الدروخه والمطوحه اللي هم فيها ديت هتخليهم لابسين لبس مقطع. يكسو الخرق بمعنى كده يلبسوا لبس مقطع لا يليق بيهم ولا يليق بالمجتمع. يعني يخرج مثلا ولابس قميص لياقته مثلا دايبه ومتقطعه، مع انه انسان المفروض ان وضعه الاجتماعي كويس، بس هو نتيجه انه انسان سكير ولا انسان نهم ما بقاش بيجيب دخل ولا بيقدر يحفظ مستواه الاجتماعي، فيبقى لابس حاجات قديمه، حاجات مقطعه، حاجات مبقعه، حاجات ما تليقش بيه ولا تليق بالمجتمع. عشان كده يقول والنوم يكسو الخرق. الآية أنا عارف إن كانت صعبة في تركيبتها كده، يا رب يكون التفسير دوت وضح لكم الآية.
ولسه بنكمل لغاية نهاية سفر الأمثال. أشكركم.